然いいんじゃねえか。おお、久しぶり。طيب يا اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو كده ما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شرح النهارده يكون عن واتساب الذهبي وتشغيل رقمك على الواتساب الذهبي لو رقمك محظور معدل. تمام، تابع الشرح الاخر عشان تعرف تشغل واتساب الذهبي على رقمك المحظور. تمام. لو انت مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك للقناه وحط لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. تمام. نبدا الفيديو على خيرة الله. الواتس زي ما انت شايف كده اهو. هنخش كده على الواتس. تمام، الواتس زي ما انت شايف كده بالشكل اللي انت شايفه ده. بيقول لك هنا فوق صورة الخاصية، وضع الشبح، دارك مود، قطع النت، اضافة حساب. تمام، اللي احنا عارفينه من ميديا. تيجي هنا بقى يقول لك 3 نقط: الخصوصية، تحديثات واتس الذهبي، اضافات الذهبي، جدولة الرسائل، رد تلقائي، اعادة تشغيل واتساب، رسالة رقم غير محفوظ، رسالة جماعية للمجموعات، وهنا الاعدادات العادية اللي احنا عارفينها. تمام. هتيجي هنا بقى على اضافات الذهبي. هيقول لك ان افضل تطبيقات معدله، دوس عليها كده يدخلك على تنزيل واتس جي بي، تنزيل يو واتساب، واتساب بلس، واتساب الازرق، واتساب الاعمال، والحاجات دي اللي احنا عارفينها. تمام. هيقول لك هنا بقى الحمايه الخصوصيه، السمات، الاعلانات العامه، الشاشه المحادثه، شاشه الرئيسيه والاشعارات، واداره الرسائل، واعدادات الوسائط، والمؤثرات التنقل، والنسخه الاحتياطيه والاستعاده، وتنظيف المخلفات، والويدجت، والتحديثات، وحول التطبيق، ومشاركة واتساب. تمام. هتيجي هنا بقى على اول حاجه يقول لك الحمايه الخصوصيه. زي ما انت شايف كده الحاجات اللي احنا عارفينها، اللي هو اخفاء اخر ظهور، تجاوز المشاهده لمده مره واحده، اخفاء ان الرساله محوله، اخفاء عداد رساله المجموعه. تمام، زي ما انت شايف كده الحاجات اللي احنا عارفينها، واخفاء خيار خيار الخصوصيه، واخفاء خيار التحديث، واخفاء مشاهده الحالات والستوري، زي الحاجات اللي احنا عارفينها. تمام. تيجي هنا على السمات بقى بيقول لك تحميل سيم، اضافه سيم، حفظ السيم، اعادة ضبط، حذف جميع السمات. زي ما انت شايف كده الحاجات اللي احنا عارفينها دي. تمام. هتطلع كده اقول لك الاعدادات العامة. تمام اهو، زي ما انت شايف الالوان، الستايل، الشكل، اخفاء الوسائط من المعرض، النسخة الاحتياطي والاستعادة. تمام، والاعدادات. تمام، زي ما انت شايف. تمام، زي ما انت شايف بيقول لك لغة ترجمة، وفتح اكتر من محادثة، وتعطيل الاشعار العائم، وتعطيل عداد الايقونة، وتعطيل اشعار عند تشغيل رسالة صوتية، وزيادة حد لتحويل الرسائل، وتعطيل السحب لاغلاق المحادثة، وتعطيل تفعيل متصل دائما، وحذف مخلفات. وهنا زي ما انت شايف الحاجات اللي احنا عارفينها، ورسالة الصورة بوضوح. تمام. نطلع بقى كده بره. يقول لك الشاشة الرئيسية، البار العلوي زي ما انت شايف، والاسطر، والمواطن الاتصال، والزر العائم، والحالة. تمام، زي ما انت شايف كده الواتس يعني حاجة فيه مميزات وحاجات جامدة. تمام. شاشة المحادثة بقى زي ما انتوا عارفين، الصورة والفقاعات والصح والغلط، وستايل، وخيارات الاكتر، وارسال رسالة مخفية، وتبديل رابط التواصل المباشر، والتأكد قبل ارسال ملصق، الشكل الجديد لوجه زر المرفقات. تمام، زي ما انت شايف كده الحاجات اللي احنا عارفينها، وتغيير الالوان. هنا بقى الاشعارات، لو انت عايز تعمل اشعارات بتلغي الاشعارات في النسخة، وتضيف اشعارات في النسخة، اي اشعار من شاهد حالتك، واشعار من يكتب الان، وكلام من ده. تمام. اعدادات الوسائط دي طبعا لو انت عايز ترسل الصورة بوضوح عالي، ارسال فيديو بوضوح عالي، ارسال صوتيات اكبر من 16 ميجا، مشاركة الصورة بلا حدود، مشاركة المستندات بلا حدود، زيادة حجم الحالة. تمام، الحاجات اللي احنا عارفينها. تمام. تمام، بيقول لك هنا بقى النسخ الاحتياطي، لو انت عايز تعمل نسخ احتياطي للنسخة. تمام، وهنا تنظيف المخلفات لو عايز تمسح الشتات والدنيا اللي في النسخة، والويدجت، والتحديثات. مش هتحتاج منك تحديثات لان انا محدثها اخر اصدار. تمام، وهنا بقى زي ما انت شايف بقى حول التطبيق، ومشاركة الواتساب. تمام. هتطلع كده. احنا لو جينا هنا، تمام، تلاقي هنا الشاشة الرئيسية زي ما انت شايف كده، ستايل الشاشة ممكن نغيره زي ما احنا عايزين. تمام. تمام، تيجي بقى على الاعدادات العامة والاعدادات دياتي. زي ما انت شايف شاشة المحادثة. تمام، زي ما انت شايف اهو الحاجات اللي احنا عارفينها. تمام. مؤثرات التنقل، لو انت عايز تغير مؤثرات التنقل اي حاجة انت عايزها غيرناها، مثلا اخترنا دي واخترنا دي. مؤثرات السكوت، دوران، تفعيل. تمام. سكوت الكائنات، تختار بقى اللي انت عايز سكوت زي ما انت عايز. اطلع كده اهو. تمام، زي ما انت شايف اهو شكل التنقلات، بص اتغير كيف زي ما انت شايف. تمام، والتنقلات زي ما انت شايف اتغيرت.
حاجات كده يعني في النسخة جمدان، ومؤثرات التلج والسقوط دي تمام. نطلع بقى كده. انت اول ما تحمل النسخة سايب لك الرابط في الوصف، هتحمل النسخة هتدخل الباسورد. الباسورد مكون من 6 ارقام، اقولهم في رقمين تمام. اول رقمين هيكونوا 6 اول رقمين في الباسورد هيكونوا 6 تمام. هتدوس هنا على ذات ارشيف تمام. هيدخلك تحت هنا اهو، هيجي معاك بالمشهد ده، هيجي معاك بالشكل ده اهو، بالشكل ده. هتدوس هنا اهو، هتدوس كلمة مشهد واتساب لتشغيل رقمك اهو. هتثبت اول نسخة اللي هي نسخة GB تمام. هتثبتها بالشكل ده، تطلب معاك الباسورد تمام. هتكتب الباسورد، هتثبت نسخة GB تمام من دون اي مشاكل. هتفتح على رقمك، بعد ما تشغل على رقمك تمام 100%، هتروح تثبت النسخة التانية اللي هي نسخة واتساب الذهبي. بعد ما تشغل على رقمك ورقمك يشتغل على نسخة GB بدون اي مشاكل، بدون اي تعقدات في اثناء دخولك للنسخة، ولا اي مشاكل، ولا تواجهك اي مشكلة، ولا يقولك تعذر ربط الجهاز، ولا لابد من استخدام تطبيق واتساب تمام، ولا اي مشكلة. بعدها تثبت واتساب بالذهبي تمام. طب يا اخواتي، تاني رقمين في الباسورد هيكونوا 1 تمام. تاني رقمين في الباسورد هيكونوا 1 تمام. النسخة طبعا زي ما انت شايف كده. لو دخلنا هنا على الاعدادات، لو انت عايز تبعت رسالة لرقم غير محفوظ زي ما انت شايف اهو تمام، تبعت رسالة لرقم غير محفوظ بكل سهولة من غير اي مشاكل تمام. زي ما انت شايف اهو، بدون اي مشاكل، بدون اي حاجة يعني. النسخة تبعت رسائل، تبعت اللي انت عايزه يعني من غير اي مشاكل. وزي ما انت شايف اهو، النسخة مش بتهنج من اي حاجة تمام. ولو انت مش مشترك في القناة، انزل اعمل اشتراك للقناة وحط لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد تمام. اخر رقمين في الباسورد هيكونوا 9 تمام. سلام اخواتي.